اهلا بكم من جديد. النهارده هنتكلم عن شويه تصريحات كده لفيفي عبده. في البدايه قالت مش خايفه من الموت، لكن بدأ ربنا اعيش 100 سنه، حيث بقى تحدثت عن فكره الموت واكدت ان هي مش بتخاف منه، لكنها في نفس الوقت بتتمنى وبتدعي ربنا في كل صلاه ان يمد في عمرها وتعيش 100 سنه. قالت كمان مش خايفه من الموت وشفت تربتي وموضباها، لكن نفسي طبعا ربنا يديني عمر شويه لان لسه ما عشتوش. كل ما اركع واصلي اقول له يا رب اديني شوية عمر، عايزة اعيش اكتر من كده، عايزة اعيش 100 سنة مثلا. وقالت ان جمع موقف طبعا طريف بخبيرة الابراج ليلى عبد اللطيف، وقالت ان هعيش 80 سنة، فقلت لها مش عاجبني، هل من مزيد؟ فخافت مني وقالت لي 90 سنة. طبعا العمر بإيد ربنا. نفسي أعيش 100 سنة، أشوف اللي بحبهم وأعيش مع أحفادي. وقالت إن هي مش خايفة تقابل ربنا لأنها مطمنة طول الوقت، لأن طول عمري ماشية بما يرضي الله، ما ظلمتش حد وبساعد الغلبان لأن غلبانة زيهم وإنسانة واضحة. طبعا كل دي حاجات تخليك تبقى مطمن في الحياة، لكن ربنا طبعا هيعمل فيا ايه؟ انا راضية بكل حاجة، ربنا يهديني ولو جات لي الهداية هقولها ايه لا اكخة. ورفضت طبعا اعتبار الرقص حرام، وقالت طبعا ليه هو مش شغل زي اي حاجة. هو الباليه مثلا حرام؟ في حاجات كتير حرام، الرقص ده شغل زي اي شغل، ليه احترامه وليه ناسه اللي بيتفرجوا عليه وليه اللي بيقدروه وبيحترموه. اما بقى عن فكرة ارتداء الحجاب، قالت انا محجبة طول الوقت. الكلام ده يتقال للناس الفلتة، انا بعتبر طبعا اني محجبة لاني مش بعمل حاجة غلط، ومش بجيب طبعا في سيرة الناس. محجبة في لساني ومحجبة في كل تصرفاتي. مطلوب طبعا مني ايه اكتر من كده؟ واذا كان على الشغل لو ربنا قال لي في اي وقت البسيه، هلبس الحجاب عادي يعني. وبكده ينتهي الفيديو بتاعنا النهاردة، وتحياتي ليكم.